اهلا بيكم مرة تانية في الفيديو التالت بتاعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه عن تالت سماعة من شركة جي روم. زي ما انتوا عارفين شركة جي روم كانت بتنزل الاصدارات بالشكل القديم اللي انتوا شايفينه ده، لكن جات الفترة الأخيرة في 2023 نزلت لنا اصدارات جديدة، حدثت فيها بعض الحاجات البسيطة ونزلتها لنا في بوكس جديد زي ما انتوا شايفين علشان تتأكدوا ان هو المنتج الأصلي. ان شاء الله في الفيديو هنشوف ايه اللي جددته او ايه الحاجات اللي ضافتها شركة جي روم في السماعات بتاعتها، وهنشوف مع بعض برضو هل يستاهل ان انت تشتريها ولا لا، وهنعمل تيست كده للمايك بتاعها علشان تقدر تحكم بنفسك هل المايك ده ممكن يكون مناسب ليك ولا لا. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بكم مرة تانية في الاصدار الجديد من سماعة جي روم جي ار تي 03 اس. زي ما انتم شايفين كده المميز فيها ان هنا واهم التحديثات ان هي بتيجي بلوتوث 5.2. الاصدار القديم اللي هو كان موجود معانا هنا 5.1. طب هتقول لي تفرق ايه؟ طبعا تفرق شوية في جودة الصوت وتفرق في الاستقرار وبتفرق برضو في البطارية. لو جينا اتكلمنا كده على اهم المحتويات فهيظهر معانا هنا كده كابل الشحن من نوع اللايتنج زي ما احنا متعودين، وبعد كده هتظهر معانا السماعه، وبعد كده هيظهر معانا هنا الكفر اللي احنا متعودين عليه. لو جينا بصينا كده على تصميم السماعه والبوكس بتاع السماعه مفيش اي اختلاف عن الاصدار الاول. زي ما انتم ملاحظين هنا كده كلمه جي روم بارزه ويظهر فيها هنا كده اللمبه الخاصه بالاشعارات. من الاسفل كده هيظهر معانا منفذ الشحن من نوع اللايتنج. من الخلف كده هيظهر معانا الزرار الخاص بالبيرنج. لو جينا اتكلمنا دلوقتي على البطاريه الخاصه بالسماعه ديت، فانا عايز اقول لك ان البوكس ده بيجي ببطاريه حجم 400 ملي امبير علشان تقدر تشحنه. فانت تقدر تشحنه هنا عن طريق اللايتنج او الوايرلس. طبعا الوايرلس ده بيطول شويه، يعني هيقعد معاك تقريبا 3 ساعات. بالنسبة للبطاريات الخاصة الداخلية بتاعة السماعات فهي بتيجي بحجم 40 ملي أمبير، تقدر تستخدمها في المكالمات لمدة 5 ساعات لو انت مشغلها بمستوى 70%. تقدر تشحن السماعات ديت بمدة كبيرة جدا من خلال البوكس أكتر من 4 مرات من خلال البوكس ده في اليوم. لو جينا اتكلمنا كده على تصميم السماعات فده تصميم الإصدار الأول من سماعات جي روم اللي هي كانت تقليد لسماعات ابل من نفس الشكل ده كده. ده تصميم اللي هو سيمين اير اللي هو ما فيهاش قطعة سيليكون. في ناس بتفضل الشكل ده وفي ناس بتفضل الشكل التاني. اللي بيعيب الشكل ده او التصميم ده ان العزل بتاعه ما بيكونش قوي زي السماعات التانية. لو جينا اتكلمنا دلوقتي على تقييمنا للسماعة ديت فانا عايز اقول لك ان بالنسبة لتقييمنا بخصوص الصوت فالصوت بتاعها مقبول، لكن جودة الصوت بتاعتها برضو مش قوية قوي. يعني البيز بتاعها مش قوي والصوت بتاعها عالي جدا، لكن الجودة بتاعته مش احسن حاجة، في احسن من كده بكتير. يعني لو جينا كده خدناها بالترتيب اللي هو البرو ده فكان الصوت بتاعها ممتاز جدا. يجي بعد كده تصميم اللي هي البلس كانت في الدرجة التانية ودي الدرجة التالتة من حيث الصوت. ده بالنسبة للميديا، يعني زي ما احنا قلنا الصوت بتاعها مش قوي جدا، البيز بتاعها برضو مش احسن حاجة، لكن الصوت بتاعها عالي جدا بصراحة. لو جينا اتكلمنا دلوقتي على المايك فانا عايز اقولك ان احنا هنروح دلوقتي نجرب المايك بتاعها في مكان مغلق ومكان مفتوح علشان تقدر تحكم انت بنفسك هل يعني تنفع معاك السماعات ديت ولا لا. هي من اكتر السماعات بتشبه سماعات ابل بصراحة. فيها خاصية برضو السنسور الخاص بالتشغيل التلقائي، يعني انت مثلا لما بتلبس السماعة تلاقي الميديا تشتغل، مجرد انت تشيلها من ودنك هتلاقي الميديا تقف بشكل تلقائي. البطارية بتاعتها مقبولة، الصوت بتاعها نقدر نقول عليه مقبول. المايك انت تقدر تحكم بنفسك من خلال التست اللي احنا هنعمله دلوقتي. اهلا بكم يا جماعه. احنا دلوقتي بنعمل تيست للمايك بتاع السماعه جي روم تي 03 اس النوع العادي بالشكل القديم. هل الصوت اللي انتم سامعينه دلوقتي واضح عندكم ولا لا؟ احنا بنسجل في مكان مغلق يعتبر، مفيش دوشه حوالينا ولا صوت اي حاجه. هل الصوت واضح وهل الصوت ده هيكون مناسب ليك ولا لا؟ انا مش معلي صوتي، انا بتكلم بالصوت او الدرجه الطبيعيه. هنروح مع بعض دلوقتي وهنفتح الشباك وسط العربيات الدوشه دي كلها علشان تقدر تحكم بنفسك هل الصوت ده هيكون مناسب معاك ولا لا. هنشغل راديو كمان. طيب احنا دلوقتي يا جماعه يعتبر في المواصلات، في دوشه حوالينا، في هواء،
الراديو شغال، فمش عارف هل الصوت هيكون واضح ولا لا. انت سامعيني كويس ولا لا؟ على فكرة يا جماعة احنا مش هنعمل اي اديت او مونتاج للصوت علشان تقدروا تحكموا بنفسكم على المايك بتاع السماعة. طيب احنا كده يا جماعة خلصنا التيست بتاع المايك بتاعت سماعة جي روم تي 03 اس. جربناها في المكان المغلق وجربناها برضو في المكان المفتوح علشان تقدر تحكم بنفسك هل المايك ده يكون مناسب معاك ولا لا. اتمنى يكون التجربة ديت فادتكم بشكل كويس. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه. انا بنصحك لو انت مش شفتش الفيديوهات اللي احنا عملناها للاصدارات اللي قبل كده اللي هي تي 03 اس بلس والبرو، انا بنصحك انت تشوفهم دلوقتي. انا سيب لك اللينكات بتاعتهم في الوصف علشان تقدر تختار السماعه المناسبه ليك، بجانب الاصدار الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو بتاعنا النهارده. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انتوا عندكم اي استفسارات فاكتبوها لنا تحت وان شاء الله هنرد عليكم باسرع وقت ممكن. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.